الاسبوع ده زي ما بيقولوا كان دسم ومليء بالارباح، بس مش كلها كسبناها خلال الاسبوع ده. الصفقات دي في منها حاجات كنا فاتحينها من اكتر من شهر. اعتقد خلاص يعني من المتابعه انتوا بقيتوا عارفين احنا بنفتح الصفقات ازاي وبنكسب منها ازاي. عندكوا ايبيكو 8%، حديد عز 6 واكتر على فكره، بس ساعات تطبيق ساندر بيضحك عليا في الحاجات دي. ابو قير، ماليه وصناعيه، سيدي كرير، طلعت مصطفى، المصادر الاتصالات، اموك، اسك. دول كانوا ارباح الاسبوع ده. هل انا بقى هقول لكم انت لو اشتركت معايا الدنيا هتبقى جنه؟ لا، الحقيقي ان انا عندي اسهم لسه خسران، واسهم مع الصعود ده كله ما صعدتش. ده حقيقي، حقيقي يعني ما مش هكدب فيها. بس على الاقل احنا الحمد لله بنحاول بقدر الامكان نعلي نسبه الربح ونقلل نسبه الخساره. نخش على اسهم قويه، نوصي على حاجات بعينها، نعرف الناس تخش ايه وما تخشش ايه، نوعي الناس امتى فترات الهبوط وامتى فترات الصعود وهكذا. فحابب تشترك معايا تتواصل معايا من خلال التليجرام او الماسنجر، او حتى تكتب كومنت على اليوتيوب وانا هقولك ازاي تتواصل معايا، سواء قناه خاصه او اداره محافظ. على القناه الخاصه احنا كنا عاملين اشتراك شهري بقيمه معينه، بعدين خفضناها، وبصراحه كانت الفكره في التخفيض ان احنا نجتذب عدد اكبر. بس بما ان الفكره دي ما جدتش ثمارها، لا يعني هنعمل حاجات معينه. الناس اللي اشتركت معانا خلاص يعني خلاص الحاجات المعينه دي مش هتطبق عليها، هم اشتركوا بشروط معينه، الشروط المعينه دي هتكمل معاهم. اما من الجديد هيحصل تغيير في السياسات. عموما اللي حابب يشترك بيتواصل معايا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ شايفين الدم لونه احمر. طيب نيجي نحلل، نفتح المؤشر. قلنا امبارح ايه؟ قلنا ان المؤشر لازم يصحح وان دي دليل على الهبوط. طيب هنهبط لحد فين؟ عندك الترند ده. طيب هو المؤشر التلاتيني هبط لوحده؟ لا، السبعيني ما هبطش، لان احنا قلنا ايه برضو؟ قلنا ان السبعيني لسه عنده فرص صعود لحد الترند ده. وارد ان مع الهبوط عموما السبعيني هو كمان يروح جاي نازل مصحح، وارد. بس اللي عايزين نفتكره ان المره اللي فاتت التلاتيني هو اللي كان صاعد والسبعيني هابط، ومع التصحيح الاتنين نزلوا صححوا مع بعض. ودلوقتي التلاتيني صعد والسبعيني لسه بيشم نفسه. هل بقى التلاتيني هيصحح لوحده والسبعيني هيكمل؟ الله اعلم. بس بنسبة كبيرة لو عايز تحط أسهمك في حاجة خليها في السبعين، وعلى قدر الإمكان وعلى قدر الاستطاعة وفر سيولة، لأن السوق هيصحح ومع التصحيح الدنيا هتهبط. طب أنا عرفت كده منين؟ الأسبوع الجاي آخر أسبوع في الشهر حصل تشبع شرائي على أسهم معينة، أسهم هتوزع كوبونات، الناس هتقفل مارجن عشان آخر الشهر، والسوق أصلا صاعد. كل دي دلالات تدل ان السوق هيهبط، بدليل ان السيوله بقالها يومين اقل من ما كانت عليه في نص الاسبوع ده. يعني احنا كنا دخلنا في ايام على 3 مليار، السيوله بقالها يومين ما بتعديش 2 مليار ونص. فدي كلها دلالات ان في تصحيح. نخش على الاسهم نفسها. ابو قير لليوم الثاني على التوالي بيهبط. هل معنى كده انه خلاص ابو قير انتهى؟ لا، لا ابدا. بس هو الفكره في نقط وهو لازم ينزل لها. مع النزول ليها نرجع نشتري، هينزل لها بقى تصحيح للسوق عشان هيوزع كوبون، عشان هيعمل، عشان يسوي، عادي عادي، المهم ينزل لها عشان نعرف نشتري. مصرف ابو ظبي اكدنا وقلنا ان المنظر ده منظر هبوط ولسه عنده هبوط اكتر. طيب هل عند الترند ده بس؟ نشوف. تصحيح فيبوناتشي بيبقى عند اخر ارتكاز ايجابي اهو، وعند ديل الشمعة، يبقى انت عندك الخطين دول. ليسكو اعتقد هاجم النهارده هنجيبه، يبقى عندك الخطين دول. هو لمس، هل معنى كده ان هو يصعد؟ لا، يعني خليك متشكك دلوقتي، وفر سيولتك وخليك متشكك. الشك دايما اقوى. اسكندريه حاويات، دخلت جوه القناه الصاعده تاني، قدرت ترتكز فوقها؟ لا ما قدرتش، يبقى احنا منتظرينها هنا عند ال 34. هتوصل طبعا هتوصل. اموك هو الوحيد اللي بيكمل. طب كله كان هابط ليه؟ لان وقت الصعود اموك ما كانش بيصعد. الموضوع بديهي، موضوع بديهي يا جماعه. احنا عندنا اسهم قويه، وقت صعودهم
اموك ما كانش صاعد، طب دلوقتي هم بيصححوا يبقى اموك هيصعد، اصل في ناس لازم تشتري، يعني وقت ما الناس بتبيع في ناس تانية بتشتري. طب اللي بيشتروا دول بيشتروا ايه؟ في منهم بيشتروا اللي الناس بتبيعه، وفي منهم اللي بيشتروا حاجات ما كانش حد اشتراها قبل كده زي اموك مثلا. طب هل اموك لما حد بيشتريه بره الاهداف او التحليل الفني؟ لا، جوه التحليل الفني كله وصل لنقطه هدف ما قدرش يقفل فوقها. معنى كده ايه؟ ان اموك برضه بعد الصعود ده كله عنده تصحيح ويصحح. يصحح، ما يصححش ليه؟ طب هل يصحح ولا هيهبط؟ لا، تصحيح. تصحيح بس احنا سوقنا صاعد، سوقنا لسه صاعد طول ما الوضع مستقر. عندك هبوط لحد هنا ومعاه نصعد لهنا تاني، ارتكاز عليه يبقى رايح لاهداف ابعد. بي انفست بعد ده كله يبقى لسه عنده هبوط. بيلتون وصل للمقاومه دي ما قدرش يرتكز عليها. انا قلت ان الاسبوع ده في بيلتون هنلعب بين الحتت دي كده، كنا نتمنى انه يرتكز على دي فيبقى رايح على طول، بس ما قدرش يرتكز عليها فتمام. نشوف فريم الاسبوعي ليه. لا، شكل الفريم الاسبوعي كويس، شمعه ابتلاعيه ابتلعت شمعتين من الاسابيع اللي فاتوا، من اسبوعين فاتوا، فمعنى كده ايه؟ لا، السهم راجع للايجابيه، يعني القفله دي برغم التصحيح تدل ان السهم ايجابي. سيرة قلنا لسه هابط، إيديتا قلنا ضعيف أصلا. هيرمس كان امبارح وصل لل16 ما قدرش يحافظ عليها، نزل هنا من دعمه هنا هيروح لمناطق أبعد. هيرمس تحول للإيجابية. إي فاينانس ما قدرش برضو تستقر هنا، يبقى عندها هنا لو عملت ارتكاز إيجابي وفي هنا كمان. الخطوط واضحة قدامكم. القبضة رجعت لمست في المنطقة دي، لو عملت لنا شمعة ارتكاز إيجابي هنا يبقى تشتري قبضة وهدفك فوق عند 53. السويدي على فكرة انت المفروض تبقى فرحان بالتصحيحات دي، السويدي لسه المفروض يلمس المنطقة دي ومن بعدها يرجع للصعود تاني، المفروض تبقى فرحان، يعني لولا التصحيحات دي ما كناش هنلاقي حاجات نخشها. حديد عز نفس الفكرة، عايزينه يرجع يلمس المنطقة دي تاني. هل ملامستها بس؟ تعالوا نشوف الفيبوناتشي بيتفق مع الترندات دي ولا لا. الفيبوناتشي متفق مع الترندات جدا، يبقى مفيش لازمة للفيبوناتشي. احنا محتاجين مع التصحيح ينزل لهنا. في واحد يقول لي بس ازاي ده وصل 70 جنيه هينزل ل60 تاني؟ هقول لك نيجي نبص بصه صغيره كده، ان هو كان هنا وصل لل50 وينزل لل45 تاني عادي، طالما النقطه محطوطه صح يبقى هينزل لها، مفيش مشاكل. سبيد لسه بيهبط، فوري لا هابط ولا صاعد. الهاي ده اقل من الهاي ده، دي حاجه تخوف شويه، بس ممكن نعزي كده لضعف السوق. نشوف فريم الاسبوعي الى حد ما كويس، اسبوعيا كويس. اسبوعيا الى حد ما كويس. مصر الجديدة رايحة على نقطة 10-2 اللي قلنا عليها، ولما تلمسها نبدأ نشوفها من عندها. غبور ضحك على الدقون، يعني انت هابط وهتهبط تاني ليه؟ انت ما قدرتش تكسر خط العمق خلاص. حلناك مرة، هاتلي جهينة عايزين نجيب لها الفريم الاسبوعي. اعتقد ان انا قلت في بدايه الاسبوع انها هتنيها بتلعب في المنطقه دي تمام، لعبت فوقها وقافله فوق الخط ده شكل كويس. الاسبوع الجاي تخش سيوله جامده تزقها لل 14 مع الارتكاز على ال 14 يبقى عندها اهداف ابعد. نوبكو مثلا هبط النهارده 10%، دي حاجه تخوف؟ لا، خايف ليه؟ هو خايف من ايه؟ نوبكو سهم صاعد بس طبيعي يا حبيبي، ده واخد في وشه من عند 319، يعني صعد 300 جنيه في حوالي اسبوعين، طبيعي صح. عنده تصحيح لحد هنا، وفي كمان هنا، وقت ما ينزل يلمسهم تشتري، موضوع بسيط. اوراسكوم كونستراكشن احنا كنا حاطين بتاع تذكرنا كده عند ال 176، هو قفل عندها بالظبط، هنشوفه هيعمل ايه. عايزين بس نشوف فريم الاسبوعي تمام. ممكن اوراسكوم ينزل لحد ال 169 هنا، ومن هنا نشوف، وممكن نرد على طول، الله اعلم. بس اللي شبك فيه
نقطة دخول كويس. تشوف تصحيحاته، آخر ارتكاز إيجابي فيبوناتشي عنده عند يعتبر نفس الرقم. بالم هيلز الشمعات دي يعني نفس الفكرة. طالما انت مش قادر تعدي هنا يبقى انت بالنسبة لي شكلك العام انك هابط. القلعة نفس الفكرة، فوق الخط ده نبدأ نبص عليه، غير كده لا. سيدي كرير نزل من النقطة اللي احنا رسمينها له لل 28 للمنطقة الصفراء. لازم طبعا كان لازم، لأن المنطقة الصفراء دي بالنسبة لي كانت أصلا منطقة هدف. يعني انت متخيل احنا كنا شاريين على القناة الخاصة، كنا شاريين سيدي كرير من ايه؟ اعتقد من هنا 25، وكانت بالنسبة لي 28 دي منطقة هدف. وقلت للناس اللي عايز يستنى ال30 يستناها، سيدي كرير هيوصل لها. فعلا لمس فيها وهبط. لازم يعتمد لي منطقة الهدف دي كده. سيدي كرير لو عمل لي أي شمعة خضراء معناه إن هو إيجابي تاني وهيكمل إيجابيته. بديهي طبعا، بديهي. يعني مش شايف فين المشكلة، ولا شايف حاجة تدعو للقلق. أسهم بتوصل لقمم، بتنزل تصحح، تختبر القمم القديمة، تاخد منها دعم، يبقى هتوصل لقمم جديدة. الموضوع جميل جدا، وتفرح إن السهم بيعمل كده، شيء جميل. مصر للاتصالات بعد ما جابت هدفنا عند الترند، المرة دي بتهبط، بتختبر القمة القديمة، تاخد من عندها دعم، يبقى عندها صعود. طلعت مصطفى مكمل بارتكازه ده، تحول للإيجابية. هيروح فين طلعت مصطفى؟ هنقولها على قناتنا الخاصة. النساجون هبوطات تاني، يبقى ممكن يختبر آخر قمة اللي هي 16/8، أو ينزل للمنطقة الصفر اللي هي 16/1. كيما مش من ال30 بس من الأسهم اللي أنا بعزها يعني. كيما احنا عاملين لها ترندات، وكان في هدف على خط الترند ده 14. أنا قلت للناس 15 جنيه هو أقرب هدف ليها، اللي هي تعتبر سقف الترند 15 جنيه. وفي هدف بعيد لكيما، هدف بعيد للي حابب يستثمر في كيما على مدى سنة أو بتاع. كيما دي هتعمل أهداف مهمة يعني. المهم هنوقف دقيقة لحد ما أبدل الأكونتات وأجيلكم. دول شوية من أسهم ال70. احنا كلنا حللنا المؤشر ال70، قلنا إن هو ده اللي عنده صعود، وده اللي أنت ممكن تراهن عليه. نبص على جدول، طول ما هي في النص كده ملهاش أهمية، لما ترتكز على دي ترجع إيجابية تاني. ابن سينا صعود 6%، أعتقد دي عند المنطقة اللي احنا رسمينها. ده خط أنا رسمه، أنا فاكر، أيوة صح. وصل للخط ما قدرش ترتكز فوقه، يبقى أنت لسه بالنسبة لي مش إيجابي. أما ترتكز هنا يبقى عندك أهداف بعيدة. كفر الزيات بيهبط، ونشوف ليسيكو كنا عايزين شمعة صغيرة خضرة، يعني لو قفلت هنا مثلا كنت أشبك معاها وأطلع، إنما خلاص طلع وسابني. أجري وراه؟ لا، اللي يسيبنا ما نجريش وراه، واللي باعنا خسر دلعب. مصر لصناعة الكيماويات، نبص عليها. كانت قاب قوسين أو أدنى من هدفها اللي احنا موصيين عليه في قناتنا الخاصة. كانت قربت جدا يعني، بس اتضيرت وشها ورجعت. هل ده يخوف؟ لا ما يخوفش. عندها توزيع أرباح الأسبوع الجاي، نشوف. قدرت تكمل الهدف تمام، ما قدرتش احنا عاملين منها ربح كبير، فعلا ربح كبير هبقى اوريه للناس، فهنبيع على كده. بس الحاجة زي دي أنا اللي هقول لكم عليها يعني. معلش بقى للناس اللي مش مشتركة معايا تعذرني، لأن ساعات بقول كلام للناس اللي مشتركة معايا. فيعني غاز مصر قلنا غاز مصر عنده ترند هابط، أنا كنت رسمته. راح فين الترند الهابط؟ نرسمه تاني، مجرش حاجة. ترند هابط كده، كده
هل في امل ان الترند الهابط ده يتكسر ونرجع للترند صاعد؟ بالمنظر الحالي لا. ليه؟ لان هو حتى لحد اخر لحظه بيعمل لو اقل من اللو اللي قبله. معنى كده ايه؟ معنى كده انه مكمل، ودي قمه اقل من القمه اللي قبلها، معنى كده ان الترند ده مكمل. ممكن تعمل فيه تريدات، تستناه لما يوصل للدعم بعدين تخش فيه تاخد صعود 2 3% بعدين تطلع تجري وهكذا. انما عموما لا. اوبرلاند بتكمل الترند الهابط. نعمله بقى قناة يعني عشان ايه؟ ترند هابط بقاله فترة، ترند من شهر 7، بقاله 3 شهور هابط، السوق كله بيطير. المهم يعني هي محاولات لاختراق الترند. حتى انت لو اخترقت الترند يبقى هدفك هنا عند 8.5، مع الارتكاز عليها نشوف اهداف ابعد. انما عبورلاند حتى الان بالنسبة لنا هابط، واللي يخش في السهم يخش فيه وهو حذر جدا يعني، تخش بحذر. اودن بيخترق قمته اعلى قمة ليه المفروض كده. فهو كده عشان يبقى ايجابي يرتكز لنا على الخط ده، ساعتها هيبقى ايجابي ونشوف هو يروح لفين. نبص على ايه؟ هاتلي رميضة عملت صعود كويس واخترقت الارقام دي، يبقى عندها صعود لمناطق اعلى. زي ايه؟ هنا كان هدف كويس، هنا هدف كويس، هنا اقصى حاجة. اجواء كانت صاعدة النهاردة صعود كبير، بس مع الهبوط اللي حصل للسوق عموما هديت. لكن ارتكازها على الخط ده شيء ايجابي جدا، هيودي اجواء لمناطق ابعد. طب فين المناطق الابعد اللي في اجواء؟ نشوفها سوا بس اتاكد تمام. يعني بتحاول تعمل ارتكاز ايجابي مع هدوء السوق عموما. كون انها حافظت على المنطقه دي معناه انها لا، يعني هي بتحاول تتعافى. في عندك هنا لمستها بديل النهارده، في هنا، في كمان هنا. يعني مع الارتكاز هنا يبقى هدفها هنا، مع الارتكاز هنا يبقى هدفها هنا، مع الارتكاز هنا يبقى ليها اهداف ابعد. لما نوصل لها هنرسم. نغير الاكونتات برضو، اسهم من اسهم السبعين. العربية حليج اقطان، خلينا نشوفها. عربية حليج ما تشتريهوش غير لما ينزل يرتكز على الخط ده. مش عارف هنا بيعمل لايك كده وبيعمل خط. اما يرتكز على الخط ده تشتريه، غير كده هو بيلعب في النص. انا كنت عامل له خطوط. طب كويس، الخط ده او ده برضو نفس الفكرة. وعلى العموم هو النهارده ساعد ضرب هدف ونزل منه، فتمام. يعني انا ممكن اخش معاكم اسهم مضاربة زي دي على فكرة فعلا يعني، بس ما بحبهاش. عايز سهم مستحمي، بحب الاسهم المستحمية. طب ما انا عامل خطوط اهو، بتحيرنا ليه يا عم؟ المهم ان هو العربية اصول صعد. الاسهم دي انا بشوفها معاكم لاول مرة على فكرة، فعشان كده بطول شوية في كل سهم على ما نرسم ترنداته وخطوطه واتجاهاته. صعد بشكل كويس عند الترند، مع الارتكاز هنا يبقى عنده اهداف ابعد. ما ارتكزش وانت عايز تشتريه استنى لما ينزل ياخد دعمه من هنا تاني. في ايه تاني؟ اسك احنا خلاص بعناه بعد ما جاب له 14 جنيه وهو بيضير وشه ونازل. طب اللي عايز يخش في اسك يشوفه هيرتكز هنا ولا لا، او لو عمل شمعة خضراء من هنا يبقى هو ارتكز على الدعم ده وهيروح لمناطق ابعد. القاهرة دواجن النهارده كانت رايحة فعلا، يعني بتقزح ورايحة، بس برضو في الاخر السوق هبط فهي هبطت. كنت اتمنى انها تقفل فوق هنا بقى، تقفل فوق دي تاخد منها دعم وتروح، بس معنى كده ان ممكن تزور مناطق تحت تاني.
في هنا كمان نقطة دعم. شيني بيواصل صعودات كبيرة، حقيقي صعودات كبيرة. نعمل لها ترند. يبقى مع ارتكازه على النقطة دي يبقى عنده أهداف أبعد. مستشفى كيلوباترا، هل كسرت القناة الهابطة اللي أنا كنت راسمها لها؟ شوف، طلع القناة، كسرت القناة الهابطة. ننتظر إيه؟ هبوطها وارتكازها على الكسر. في حاجة اسمها كده؟ طبعا في حاجة اسمها كده. طب هل هي على فريم الساعة عملت كده؟ لأ، على فريم الساعة هي صعدت بس زي موبكو مثلا، فاكر شكل موبكو؟ فهي لازم تنزل تختبر تاني أي منطقة دعم، تاخد منها دعم وتطلع، ومن هناك ممكن تشتريها. دلتا للسكر لازم نديها تحليل برضو. وريني فريم اليوم. ادي الدلتا للسكر، هي في ترندها الصاعد. يبقى اللي عايز يشتري الدلتا للسكر عندك هنا مثلا، احنا بنعمل الخطوط دي كلها قدامكم عشان ايه؟ بس في ناس كانت بتخش تكلمني تقول لي ما انت بتقول كلام الواد اللي اسمه كذا كذا اللي بيقولوا على الفيس. طب انا ما بفتحش فيس اصلا يعني اللي بتواصل من على الفيس اكونت اميره وانتوا عارفين، وساعات بفتح ارد من على الاكونت ده اوقات، بس انا ما بفتحش فيس اساسا. فانا مش عارف انا بجيب كلام الناس اللي على الفيس ازاي وانا ما بفتحش فيس. المهم، اللي عايز يشتري يستنى هبوطه هنا. جينا نعمل خط على اخر ارتكاز سلبي لقيناه ماشي مع الترند الصاعد اصلا، فتبقى نقطه قويه جدا هنا عند 57. غير كده اعتقد ان الدلتا تخفف فيه شويه. دايس كان المفروض النهارده يروح لاهدافه بقى الايجابيه. الخلاص دايس ده انا فيه من فتره، يعني داخل في ال3 اسابيع فيه كده، بس على هدف معين انا حاطه في دماغي. هو لسه ما جابوش، المفروض كان يجيبه، بس ماشي انا معاك لحد ما تجيبه. يعني هتعمل لي فيها ميت، هتعمل لي فيها، اعمل لي فيها، انا فيك لحد ما تجيب الهدف. المهم يعني بما ان النهارده اخر يوم في الاسبوع، هنزل حصاد الاسبوع مع الثعلب الله يرحمه كابتن حماده امام. هنزل حصاد الاسبوع يعني من صفقاتنا وارباحنا ومش عارف ايه. هعملها فيديو لوحدها دقيقه او 2 كده في اول الفيديو عشان نستعملها وانا ببدا. المهم، عندك دايس لو ارتكز من هنا تكمل معاه، لو ما ارتكزش تستنى ارتكازه هنا. انما انت تخش في نقطه عايمه زي دي لا ما تخشش. انما انت لو داخل تصبر للهدف. فين الهدف؟ هنا. تمام، هدف ماشي كويس. الماليه والصناعيه، الماليه والصناعيه هل كده عامل ارتكاز ايجابي؟ عامل ارتكاز ايجابي على المنطقه دي. ممكن ينزل يزورها تاني، ممكن، بس هو كده تمام ايجابي كويس وعنده اهداف ابعد وابعد. ايبيكو من الاسهم اللي رهانك عليها مش هيخسر، لسبب انها كانت في ترند هابط بقالها فتره. انا موريكم القناه الهابطه اللي كانت مرسومها، اللي انا رسمها له، وهو كسرها مع الكسر وتاكيد الكسر. فهو عنده ترندات بعيده فعلا، هيروح لها واحده واحده. فايبيكو ده من اجمل الحاجات اللي ممكن تستثمر فيها او تخش تلعب عليها تريدات، مش تريدات يوميه، تريدها بالاسبوع او الاثنين وساعات شهر. فايبيكو كويس جدا يعني حاليا مع ارتكازه هنا عنده الهدف ده عند 38. بس كده نبقى خلصنا. هنجيب بس هطور لكم القوائم دي في يوم الجمعة بكرة بإذن الله، وهنجيب بس الصفقات اللي كسبناها نعملها فيديو دقيقة أو دقيقتين في الأول وبس. هسيب رابط القناة العامة في الكومنتات، اللي حابب يشترك القناة الخاصة بيتواصل معايا، وهسيب رابط جروب الفيس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.